مش هاطلع أبرر لك التعادل اللي بطعم الهزيمة، لكن قبل ما نتكلم عن نفسنا وعن أداء لاعبينا من امبارح في الفيديو، أنا قلت أنا خايف من وائل فرحان على الفار، وفعلا كورتين جدليتين وغرق بيهم الحكم أحمد مجدي. الكرة الأولانية في هدف طلائع الجيش، اللاعب دخل في الكرة بالمرفق، ولا دخل فيها بصدره ولا دخل فيها براسه، اللي هو الهدف التاني لطلائع الجيش. والكرة خبطت في العارضة وراحت لجودوين شيكا عشان يحط هدف التعادل لنادي طلائع الجيش. واضحة جدا إنها المفروض تتحسب لمسة يد. فين الفار بقى؟ أمال الفار موجود ليه؟ يمكن الهدف مش واضح لحكم الساحة، اللي هو الهدف اللي دخل تعادل، لكن كرة محمد حمدي ودخول الحارس بتهور واضح. الحارس طالع نطط في الهواء ودخل بركبته في صدر محمد حمدي. هي دي كرة؟ فين الفار لتاني مرة؟ فين وائل فرحان؟ انت كده خسرت نقطتين